الفقرة المنتظرة كل ليلة ضمن 10-12 الفقرة الميدانية مع زميلنا جورج عبود. مساء الخير جورج. مساء النور جورج لك ولمشاهدي شاشة ألو تي في. وطبعا يلي بدهم يتابعوا الفقرة فيهم يتابعوها على صفحتك على اليوتيوب كمان صفحة أمنيات. جورج اليوم بدنا نحكي عن مرحلة التوغل الثانية اللي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي أو ما نقل عن الجيش الإسرائيلي عبر وسائل إعلام إسرائيلية. ماذا يعني هذا الأمر؟ جورج، يعني مما لا شك فيه بأنه في تراجع التفاؤل بالجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحزب الله. بالتوازي أتت مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأحد الفائت على توسيع العملية البرية بجنوب لبنان لتأكد المؤكد بأنه ما في موعد قريب للانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار إفصاحا بالمجال أمام الهدنة أقله بالمدى القريب. عم نحكي نحن بشكل سريع. بعد 3 أيام على المصادقة أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية بلبنان. أيضا كانت كشفت معاريف الإسرائيلية بأنه هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي هو الضغط على حزب الله بشأن مفاوضات التسوية. يعني بالعربي المشبرح وسائل إعلام إسرائيلية عم بتقول بأنه العدو الإسرائيلي بده يترجم التهديد بتوسيع العمليات العسكرية الموسعة من أجل التفاوض تحت ضغط النار. يعني الميدان بمقابل التفاوض وهو يلي رح يحسم هذا الموضوع. بالفعل، يعني أولا عبر الميدان ومحاولات التوغل الجديدة، وثانيا عبر الحزام النار العنيف يلي عم نرجع نشوفه من قبل الطيران الحربي على الضاحية الجنوبية. وهيدا اليوم تمثل ب 13 غارة كانوا كتير عنيفين، حتى في بعضهم أتوا خارج سياق الخرائط يلي بينشرها الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي بوقت عم بيقول هو نحن عم نضرب أماكن تصنيع وسائل قتالية. كنا شفنا اليوم أنه في مراكز تجارية، كان في شرك بتحرك الاقتصاد اللبناني. يعني ما رح نعمل دعايات، إنما للأسف شفناهم عم بدمروا مستودعات، عم بدمروا شرك تجارية، وبالتالي هيدا الموضوع بيرسم علامات استفهام عديدة. في حين أكدت القناة 14 الإسرائيلية بأنه الجيش الإسرائيلي رح يوسع عملياته بجنوب لبنان إلى مناطق لم يصل إليها منذ بداية العملية البرية. كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأنه الفرقة 36 هي اللي رح تبلش تتعمق وتفوت بالعملية البرية باتجاه سموها قرى الخط الثاني بجنوب لبنان. طيب خلينا نشير لشغله قبل جورج، الى انه في طالما كنا عم نحكي عن ما يجري في الضاحيه، في انذار هلا من الناطق والمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى جميع السكان المتواجدين بمنطقه الضاحيه الجنوبيه، وتحديدا بمبنى موجود بحاره حريك. كالعاده انتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعه لحزب الله، سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوه في المدى الزمني القريب. ونشر الصورة، يعني ما بعرف إذا فينا نشوفها بعد شوي للصورة من الريجي. تفضل، يعني كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. رح ننطلق من الصورة رقم 1. شو هي الفرقة 36 الإسرائيلية؟ رح ننطلق بحلقتنا اليوم شو بنعرف عن هيدي الفرقة الإسرائيلية، علما يعني بين هلالين انه هيدي الفرقة انسحبت من غزة بعد 100 يوم من القتال من بعد عملية طوفان الأقصى، وبالتالي انتقلت للمشاركة بالعملية البرية على الحدود مع لبنان. الفرقة 36 المدرعة تلقب بعصبة البركان، يقدر عديدة، يعني فرقة يقدر عديدة بحوالي 10,000 ضابط وجندي. بتتألف من التشكيلات التالية. أول شيء وحدة تابعة لسلاح المدرعات، عم نحكي عن الميركافا، فيها لواءين، اللواء 7 واللواء 188 الملقب بعصبة براك. أيضا فيها قوات مدفعية، هي كناية عن اللواء 282 ما يلقب بعصبة الجولان، بالإضافة إلى قوات المشاة المؤلفة من لواء جولاني ولواء عطسيوني 6، بالإضافة إلى كتائب سلاح الهندسة هو مؤلف بمعظمه من قوات خاصة، بضم أيضا إلى جانب المهندسين لواء المظليين والكوماندوس. بس نسمع عن سلاح الهندسة.
يعني جورجيا المسؤولة عن عمليات التفخيخ والتفجير، يعني سيناريو مشابه ليلي شهدناه سابقا ببلدات وقرى الحافة الأمامية من نسف ودمار ممنهج. يا بس هيدا يلي شفناه كان بعد في شيء تيتدمر. هلا وين بده يصير هذا الدمار اللي عم نحكي عنه الممنهج؟ بقرى الخط الثاني. بالقرى هيدا بدنا نسأل عنه، قرى الخط الثاني. هلا بنحكي عنها لهذه القرى وما يعني العملية بنوعيتها الثانية. واصلين للفرقة 36. هي فرقة هجومية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية، يعني على حدودنا نحن. بحسب بيانات جيش العدو الإسرائيلي خاضت هيدي الفرقة 17 تمرين عسكري منذ بداية العام، المناورات البرية اللي كان يحكي عنها العدو الإسرائيلي استعدادا لهيدي الحرب بلبنان بما فيها عمليات التوغل البرية. تدرب جنود الفرقة على خوض القتال وسط أحياء مكتظة بالإضافة إلى ظروف جوية شتوية. كانوا ضاربين حساب أنه نحن واصلين لما تقدم يعني الفرقة الوقت المناسبة بالنسبة لهم لهذه المرحلة. من هون أتى الاختيار عليها، بالإضافة إلى أنه شاركوا بسيناريوهات عديدة تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى سيناريوهات حرب متعددة الساحات. يعني هن أخذوا 100 يوم خبرة بغزة وإجوا على أرضنا لهون أيضا تيتابعوا وينفذوا هيدي المحاكاة يلي كانوا عم يتدربوا عليها. قبل ما نشوف الصورة الثانية خلينا نشوف صورة تهديد يلي أصدروا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. عم نشوف بالصورة المبنى الأحمر يلي هو مستهدف، يبدو هو كمان مجمع منه مبنى واحد، ودعوة لإخلاءه بحارة تحريك أو إخلاء المناطق القريبة منه. إذن يعني فينا نقول للمواطن اللبناني حي واحد وشارع واحد بفرقوا عن مجمع السيدة زينب. يعني كمان استكمالا للضربات يلي شهدناها خلال اليوم بتخطيطي خلال النهار، كان في ضربة كتير قريبة أيضا على مجمع السيدة زينب، علما أنه أخذت حارة تحريك اليوم حصة الأسد من الغارات العدوانية من قبل الطيران يعني الحربي. بس كمان طالما عم نحكي عن هذا الموضوع، في فيديو نشره أفيخاي أدرعي اليوم تحدث فيه عن ما تم استهدافه، عن يعني بمكان أو بآخر أنه تم استهداف جزء كتير كبير من قوة حزب الله السلاحية الموجودة بالضاحية الجنوبية. يعني إذا بدنا نمشي مع الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي بيلي عم بيجرب يزعموا أو يروجوا عند الشعب اللبناني، لو هيك عم نحكي كان مفروض بسنة نكون خلصنا من كل شو اسمه. يعني اليوم بغض النظر عن التسمية تنشوف انه في شرك تجارية، في معامل تجارية، اقتصادنا عم ينضرب. يعني هذا ما بعتقد انه مجمع طويل عريض او مبنى اقتصادي يعني تحت الجيش بده يكون في معمل اسلحة. يعني بمطرح من المطارح صارت الموضوع شماعة عند العدو الإسرائيلي، والهدف سياسة الأرض المحروقة. علما أنه عم ينشر أحيانا خرائط تحت هذه المباني. على كل حال شفناها مثل جولة المستشفى الساحل. نرجع للحديث عن صور عن المحور الثاني. ما هو محور عمل الفرقة 36؟ جورج مثل ما عم نشوف شاركت بالقتال بقرى الحافة الأمامية. هيدي الفرقة تم فرزها للعمل بالمحور الثاني، أي بلدات القطاع الأوسط يلي يعد المحور الأكبر لتوغل الآليات العدو الإسرائيلي انطلاقا من الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه بلدة رماش يلي تعد الخاصرة الرخوة، خاصة بموضوع الجدار يلي فيه مركز للجيش اللبناني دغري حد مركز العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى وادي قطمون ببلدة رماش، وشفناه كانت هينة دغري. من بعد رماش بتجي فورا بلدة عيتا الشعب أيضا. هيدي العملية البرية كان خاضتها هيدي الفرقة خلال 5 أسابيع، أخذوا معهم كرمال يقدروا يقطعوا بس هيدول قرى الحافة. نحن عم نحكي يعني بينعدوا معنا ضيعة 2 3 4 5 بيناتهم ضيعة ما صار فيها قتال لعدم تواجد حزب الله فيها يلي هي بلدة رماش. 5 أسابيع عم نحكي عن 5 قرى صار فيها المواجهة ودارت فيها معارك عنيفة، خاصة نحن بنعرف اللي صار ببلدة مارون الراس، اللي صار بعيترون، اللي صار بيارون، واللي صار ببنت جبال. 4 من أصل 5 موجودين بالخريطة. أخذوا 5 أسابيع مع جيش العدو الإسرائيلي تنشوف مشاهد عملية تفخيخهم ونسفهم. يعني هيدا يلي بدك تقوله انه بالمرحلة الثانية ما رح تكون أصعب لأسباب تتعلق أيضا بطبيعة الأراضي الموجودة وطبيعة القتال اللي عم بيخوضها حزب الله. ورح نحكي هلأ عن أي نقطة تالية.
بالفعل رح نشوف الصورة رقم 3. يعني من بعد سلسلة نسف بلدات على القرى الخط الأمامي اللي سبق وأشرت لها وانسحاب قوة مشاة جيش العدو نحو التحشدات داخل المستوطنات العسكرية المغلقة الخلفية، رصدت بالأيام القليلة الماضية رصدت تحركات جديدة لقوات العدو توحي وكأنه عم بيحاول مجددا استطلاع بالنار محاور توغل مفترضة إلى قرى الخط الثاني بالجنوب. رح ننتقل للصورة رقم 4. صار في محاولة توغل باتجاه بلدة عيناتا. تحركات لقوة من جيش العدو حاولت التسلل باتجاه بلدة عيناتا يلي تعتبر من قرى الخط الثاني. تجاوزنا أول 5 قرى كنا سبق وأشرنا لهم، هن دغري متداخلين مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. بادر حزب الله إلى الاشتباك مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون يلي كان مفروض بأنها تكون ساقطة ومنسوفة. عملية التفاف يمكن أنفاق لا تزال موجودة، طلع حزب الله واشتبك مع هيدا القوة. نرجع منشوف الصورة رقم 5. بالتوازي عند محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه بلدة يارون من بلدة يارون باتجاه مارون الراس، يعني طرفنا شوي أكتر أحياء الغربية ببلدة مارون الراس. أيضا صار في كمين للقوة المتسللة واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة والأذايف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. هيدا الموضوع ما بقى عم يتخبى عند العدو الإسرائيلي، وهو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. نحن بنعرف جيش العدو الإسرائيلي بيفرض التعتيم الكامل شو بيصير على الجبهة وشو بيصير داخل بلداتنا، إلا أنه مثل وسائل الإعلام عنا، وسائل الإعلام العدو الإسرائيلي عم تحكي وصارت تحكي أكتر حول هيدول الكمائن يلي عم بيصيروا، خاصة أنه كل كمين عم بيؤدي إلى مقتل بين 5 و6 بالإضافة إلى جرح بالعشرات. عم نشوف صورة رقم 6. بالتوازي كان نفذ حزب الله 26 عملية استهداف بالأسلحة الصاروخية وأذايف المدفعية بالإضافة إلى الطائرات الانتحارية الانقضاضية. شو استهدفوا؟ مستوطنات أفيفيم، دوفيف، صعصع، برعام، يرقون، ديشون، الملكية، باريوحاي. هيدول وين بيصيروا؟ نفس محور التسلل يلي الفرقة 36 عم تجرب تتقدم منه باتجاه القرى الخط الثاني يلي نحن واصلين لهم. هيدي عمليات الضرب طالت المستوطنات يلي بتضم التحشدات العسكرية يلي هن خط امداد للفرق يلي عم بتفوت باتجاه أراضينا، بتضم أيضا قواعد دفاع جوي وصاروخي ومقرات إيادية للكتائب المشاركة بالهجوم، بالإضافة إلى مخازن الأسلحة ومناطق تجميع الآليات ما يعرف بالتحشدات بتتبع للفرقة 36 بالجيش الإسرائيلي. يعني حزب الله قدر يعني يستهدف بعض التحشدات التابعة أو الأمور اللوجستية التابعة للفرقة 36 يلي عم بتجرب إعاقة دخولها تدخل. هي عم بتجرب انها تدخل ولكن عم بتواجه بكمائن والتفافات من قبل حزب الله. هون من الارض جورج، يعني الاسرائيلي لما يجيب الفرقه 36 بعتادها وبعناصرها 10,000 يلي موجودين كانوا بغزه وانتقلوا، شو بيعني هذا الامر على ارض الواقع؟ يعني الم يتعلم الاسرائيلي من السقطات يلي شهدها الميدان في جنوب لبنان؟ جرب يصلح يلي غلطه بالعام 2006، لجأ اليوم لأنه يفوت يخفف آليات الميركافا والجرافات بأعداد كتير كبيرة كرمال يمنع يصير هين عملية استهدافهم. وبالتالي نحن بنعرف أنه كل استهداف آلية فيها عدد من الجنود وبالتالي بتكبر الفاتورة. صار عم يتسلل عبر المشاة. جيد، بس عددناها، بس هو ما تعلم من المرحلة الأولى يلي كانت موجودة ويلي ما لقيت النجاح اللي لازم. بالنسبة له جرب
هيدا التعويض بالمشهد يلي شدناه بعملية الأرض المحروقة، وإنه ينسف هيدا الضياع والكرة. يعني عملها أرض بلا كرمال يقدر يفوت ممسوحة. يقول أنا شلت الأنفاق، أنا شلت مطارح ممكن إنه يكون حزب الله نصب لي كمائن، وبالتالي بقدر أتقدم أكتر، وحتى بفتح الطريق أمام آلياتي بأنها تدخل معي وتواكبني على الأرض. إنما نحن عم نقدر نشوف إنه حتى عم بيصير في عمليات التفاف من قرى باتجاه قرى، وحتى بعد انسحابهم رجع فات حزب الله إلى بعض هيدي القرى، وشفنا لمرة تانية عملية الاشتباكات يلي صارت. واضح. المبنى المهدد بحارة حريك هو دار الحوراء للرعاية الصحية، هذا هو المبنى يلي مهدد، يلي مطلوب إخلاء المباني المحيطة فيه، أو إذا في ناس موجودين بهذه يعني جورج حتى اليوم كان واضح بأنه في مجمع طب كتير كبير. يعني نحن بس نحكي أنه العدو الإسرائيلي عم بحارب حتى مقومات الصمود أو مقومات الاقتصاد، ما بقى عم نحكي عن عبث، خاصة أنه الضاحية كلها قد بده يكون فيها كم مخزن سلاح استراتيجي يمكن يستعمل بموقع وبمطرح، ونحن عم نحكي عن أسلحة صغيرة المضادة للسفن، كون أنه الضاحية ممكن يندخل فيها عبر إنزال بحري، ممكن إنزال جوي، بعدين مع الوقت إذا رحنا لأنه المعركة طويلة جدا وبالتالي لا تحسم إلا عبر العسكر. على كل حال لازم نعمل كمان بإحدى الفقرات الموضوع البحري بالنسبة للجيش الإسرائيلي. بالسابق استخدموا كثيرا بحرب 2006، حرب 2024 يمكن الأمور مختلفة نوعا ما. رح نحكي إن شاء الله بحلقات مقبلة عن هذا الموضوع. جورج، شو المفارقة يلي تمثلت شن حزب الله عند الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأحد 10/11/2024، الأحد الفائت؟ يعني هيدا أي نهار؟ يوم يلي صادق فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على توسيع العملية البرية. شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة الناعورة. شو هي قاعدة الناعورة؟ هو مقر قيادة الفرقة 36 يلي هلأ بدها تشارك بالهجوم، بتضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط، وأيضا بتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كيلومتر، وجنوب غرب بحيرة طبرية أصابت أهدافها بدقة. شو بتعني هيدا الخطوة بالميدان؟ تشير إلى أنه حزب الله بعده لا يزال عنده القدرة على الرصد، على التتبع بدقة عن كثب ما يحضر بالميدان من قبل العدو الإسرائيلي. يعني إذا منرجع للأحد يلي سابق، في بيان صادر عن حزب الله بأنه استهدف هيدي القاعدة للفرقة 36 قبل ما اليوم الإعلام الإسرائيلي يكشف أنه 36 هي اللي رح ترجع تهاجم كرة الخط الثاني. يعني كان متحسب حزب الله لمخططات إسرائيلية موجودة بالفعل. حسب المتابعة باعتقادي بأنه العدو الإسرائيلي ومن خلال اختبار تعميق العملية البرية رح يروح باتجاه قرى الخط الثاني عبر الفرقة 36. يعني هو يضع نصب عينه الوصول إلى قلب مدينة بنت جبال. يعني من بعد ما كنا شفنا فشل محاولة احتلال مدينة الخيام سابقا وانسحابه من أطرافها، اليوم وكأنه هيدا المحور يراد من خلاله بأنه نروح باتجاه بنت جبال. ليش العدو الإسرائيلي بده يعوض من مكان ما، وليش بنت جبال تحديدا؟ المدينة تعرف بأنها عاصمة المقاومة والتحرير. بحرب تموز 2006 كانت بنت جبال المدينة الوحيدة يلي دمرها العدو الإسرائيلي بالكامل من بعد ما بقت محاولات احتلالها بالفشل. يعني بالإذن من الكاتب والمحلل السياسي وسيم بزة العزيز ضيفنا على طول، رح ننقل عنه ما روي بأنه حرب تموز عن لسانه سمتها إسرائيل لا بنت جبال بالمدينة الملعونة، نظرا لحجم الكمائن والضربات يلي كان حزب الله نصبها داخل هيدي المدينة وعلى تلالة. أشهر معركة كرم الزيتون بمثلث التحرير، الكمين بتلة مسعود، كمين آخر مهنية بنت جبال مشهورة هيدا الكمين، وأيضا كان في نتيجة حاسمة بهزيمة إسرائيل ببنت جبال. فهذا الموضوع نوعا ما شكل للعدو الإسرائيلي عقدة نفسية وعسكرية.
يعني هناك نوع من الثأر باتجاه مدينة بنت جبيل، خاصة وأن على مدار عام كامل خلال جبهة العدوان وجبهة المساندة كانت عم تتعرض يوميا لشتى أنواع القصف عبر الطيران الحربي وأيضا عبر المدفعية. جربت أقدر لاقي أحصاء أو نشوف قدين ضربت مدينة جبيل، ما قدرت أوصل لا عدد، خاصة أنه قرى الحافة العميمية في بلدات منها وصلت عدد الضربات عليها خلال عام لل600 وال700 ضربة. أنا فيي أقول لك أنه بنت جبيل 80% منها مدمرة حاليا على الأرض، كمان تحت شعار سياسة الأرض المحروقة، لأن العدو الإسرائيلي عارف أنه أنا عندي 6 محاور، في نقاط بدي أدخل منها بتوصلني دغري، في نقاط بدي أعمل عليهم برمات كتير طويلة بتصعب علي المسلك تأني أقدر أتقدم أكتر. هيدي الطرق الأسرع. بدنا نشوف شو بده يحضر حزب الله داخل بنت جبيل. هل في تراجع من قبله تحت الضربات القاسية اللي تعرضت لها المدينة ودمرتها بالكامل، ولا رح يكون حاضر بالميدان؟ وفي كمان من الممكن بأنه نروح نشوف خيام تاني من ناحية الصد والتراجع من قبل العدو الإسرائيلي، وهيدي رح تكون صفعة كتير كبيرة للعدو الإسرائيلي. هون قرار توسيع العملية البرية الإسرائيلية بجنوب لبنان جورج أثارت تساؤلات عدة بشأن الدوافع كما أبعادها. هل التصعيد الميداني هو بمثابة ورقة ضغط تحت النار، أم أنه واقع ميداني عم بجرب يفرضوا العدو الإسرائيلي بالسلاح؟ يعني على الرغم من الضغط ومنازلة كل من جيش العدو الإسرائيلي وحزب الله بالنار لتحسين الشروط التفاوضية إزاء الحرب القائمة على لبنان، وعلى وقع تصعيد المناوشات العسكرية عبر الحزام الناري يلي عم يستهدف فيها العدو الإسرائيلي الضاحية الجنوبية مثل المشهد اللي شهدناه اليوم، ومدن حيوية مثل صور، يعني صور أيضا صور السياحة طبعا التاريخ بالنسبة للبنان. هيدي من جهة. من جهة تانية عم بكثف حزب الله من رشاياته الصاروخية باتجاه تل أبيب وحيفا، وشفنا مشاهد يمكن من أول الحرب ما كنا عم نشوفها، بغض النظر عن التعتيم الإعلامي عن جيش العدو الإسرائيلي، إلا أنه نحن صرنا عم نشوف فيديوهات في مباني عم تولع، في سيارات عم تولع، في هلع، في مستوطنين بالملايين عم يركضوا مع كل رشقة صاروخية يوميا وتيرة أعلى. امبارح يعني تخطوا 200 رشقات الصواريخ تبع حزب الله باتجاه داخل العمق، ما بقى عم نحكي عن مستوطنات محاذية للأراضي الجنوبية، عم نحكي بعمق الإسرائيلي. هيدا الموضوع وضرب حيفا وتل أبيب يوميا عم يترافق مع ترداد حزب الله أمام القائمين على هيدا المساعي بأنه ما لا يؤخذ إلا بالنار لا يعطى بالسياسة. وبالتالي بدنا نشوف الكباش والمنازلة. شروط مين؟ رح تفرض تسوية هدنة، ولا رح نروح إلى الحرب الشاملة والكبيرة وحده؟ الميدان بيحكي، بس بطبيعة الحال التجربة بتعلم دايما انه اخرة المطاف التسوية هي اللي رح تفرض نفسها، مع الامل انه ما تطول هذه المرحلة. شكرا. اسمح لي شير الى شغلة، يعني اذا عطل تقني مني انا بتحمله. كان في خريطة بدنا نشرح ليش بنت جبيل ايضا نسينا نبعتها للريجي. أول شيء فيك تفوت من عيطة يلي أيضا فينا نعتبرها بحكم الساقطة عسكريا، فيك تفتلها من عيطة باتجاه بنت جبيل، وفيك أيضا تلتف عليها من مارون الراس يلي شفنا محاولات استطلاعية باتجاهها خلال هاليومين، وتروح أيضا على مدينة بنت جبيل. وبالتالي بتكون في فرقتين عم يلتقوا بنوع من الكماشة على حزب الله يلي موجود بمدينة بنت جبيل من أجل تسريع عملية سقوطها من أكثر من ميلة. على كل حال حرب استنزاف مستمرة على طرفي الحدود. شكرا لك زميل جورج عبود على حضورك والمعلومات اللي بتمدنا فيها كل ليلة.